ليس برنامجي يا سيد محمد، البرنامج ليس برنامج حواري ومناظرة، برنامج سؤال وجواب وتعبير لصوت الناس. الدكتور محمد يقول أن عدد كبير من أعضاء المجلس الوطني مقيمين في الداخل يقدمون المساعدات، هل شاهدت أحد منهم؟ والله أنا شاهدتهم في فنادق تركية 5 نجوم، ليلة كل شخص ساكن فيها $600 و$700. الويسكي اللي بيشربوه باليوم من سمير نشار لكم عضو عندهم $600، هذا اللي شاهدته أولا. أما بالنسبة لعبد الرحمن الحاج فعليه هذا الشخص نفسه 1000 إشارة استفهام، هو وأسامة المنجد، وكيف استولوا على أموال المجلس من الأول. 1 2 مؤتمرهم المشؤوم في قطر في 16 الشهر $1,500,000 تكلفتهم. الأسبوع الماضي صرف لبرهان غليون €140,000. يعني بدنا نحكي شوي. أخ محمد، أخ محمد، هي الأداء. لحظة سيد أحمد ثواني بعد إذنك أعطيته الوقت أشياء مغلوطة جدا. أولا المجلس الوطني صنيعة قطر وتركيا. ثانيا هو قال بس بنش بعض بنش أجزاء من بنش الريف الدمشقي كله يطالب بإسقاط هذا المجلس المتآمر على الثورة، هذا المجلس الذي ضرب بالأكراد، هذا المجلس الذي اتهمنا بالعصابات ولمعوه لبرهان غليون، هذا المجلس الذي اتهمنا بأنه هناك عمليات. ألو محمد، طب دكتور عبد الرحمن ما زلت معي؟ نعم ما زلت معي. فقدنا الاتصال مع محمد ما بعرف منرفز زيادة عن اللزوم ومعصب جدا من المجلس، ومحمد يعني أحد أبناء. هذا رجل مختل حقيقة، لا يعرف ما يقول، لأنه من يعرف المجلس الوطني ويعرف موقعي فيه، أنا لم أقترب في حياتي من أموال المجلس، ولست قريبا لا من المكتب المالي ولا من أي موقع له قرار متعلق بالمسألة المالية. هذا أمر يجب أن يكون واضح، لأن هذا الرجل يبدو أنه مستعد بأنه يتهم يعني الأنبياء بكل ما يريد ويتخيله. المجلس الوطني ليس مسألة مؤسسة مفتوحة لمن شاء أن يأخذ أموالا ويمشي، وليست أموال تصرف فيه بشكل اعتباطي. هنالك أشخاص، هنالك مؤسسة، وهنالك رقابة عليها، وهنالك مسؤولون. طيب يجب أن يحترم بعض الناس كيف ما يقوله، أن يعرف ما يقوله. يا دكتور دعنا نغض الطرف عن الكلام الذي قاله محمد يعني من فنادق وما إلى ذلك، واتهامات قد تكون شخصية لا أرضاها إطلاقا على أي شخص، لكن دعنا نركز على موضوع المجلس الوطني. لماذا لم نشاهده في الداخل؟ يعني أنت ذكرت عدد كبير من الأعضاء يقيمون في الداخل، أين هم؟ بإمكانك أن ترجع إلى صحيفة الشرق الأوسط قبل شهرين أكثر من 3 أشهر، تحدثت عن عدد كبير، بعضهم يأتي ويبقى وبعضهم يغادر. هنالك عدد منهم ليس ضروري أن نذكر بعض الأسماء، لكن هنالك عدد منهم مقيم بشكل دائم في المنطقة الجنوبية. هنالك أشخاص معروفين جدا في المجلس الوطني موجودين في الداخل، في حماة، في إدلب، في حلب، وأيضا في ريف دمشق، وأيضا في درعا. هذه أسماء موجودة، وأيضا في حمص هنالك أسماء معروفة، بعضها قريب من كتيبة الفاروق، يعني قريب من الكتائب الموجودة على الأرض في حمص، وبعضها موجود من الكتائب موجودة في إدلب، والمجلس العسكري في حلب، وأيضا المجلس الثوري إلى آخره. هنالك عمل كبير جدا، يعني لا داعي نحن لذكر أسماء بعض الأشخاص المهووسين واللي بيتحدثوا بمجرد أنه يقدموا يعني شبهات ومعلومات، يعني كلام ليس له أصل، يعني يكفي بالنسبة له أن يشتم ما يشاء. دعك من هذه الاتهامات دكتور، قلت لك يعني بأن هذه الاتهامات لا نقبلها على أي شخص، ولا نقبل أي تجريح شخصي بأي أحد أو تشكيك بذمة مالية أو أخلاقية وما إلى ذلك، ولكن تحدثني أنت وتقول أن أعضاء مجلس الوطني موجودين وكذا. لماذا وصلت حالة الغضب الشعبي ما وصلت إليه سواء في بنش أو حتى في حمص؟ بالأمس كان معي متصل وقال بالحرف الواحد إذا استمر المجلس الوطني بهذا التجاهل وبالإقامة بالفنادق سوف يسقط شعبيا. هو محق في هذا الكلام، أنا لا أختلف مع هذا الأخ الحمصي. انسى هذه المجموعة في بنش. ما عدا ذلك نعم هنالك حالة غضب نحن نعترف به، هنالك تقصير بالتواصل، هنالك مشكلات في الأداء، هذا كله نعرفه، ونحن الآن نقوم بإعادة الهيكلة من أجل أن نكون على صلة أكبر في الأرض ومن أجل فاعلية أكبر. ليس لدينا نقص إحساس بما يجري في الداخل. إمكاناتنا كانت محدودة، وأيضا بعض الدول
تآمرت على المجلس الوطني، وأيضا منع المجلس من مصادر التمويل. أعطيت بعض المؤسسات في الداخل، بعض التنظيمات الثورية في الداخل، أموال أكثر من 5 أضعاف ما أخذه المجلس مجتمعا منذ أن بدأ إلى اليوم. ومع ذلك نفس الجهات هذه تتكلم عن المجلس أنه لا يقدم لها مساعدات. طيب. نحن نفهم أن حجم الدمار، معلش اسمح لي أن أقول، حجم الدمار الهائل وحجم الشعور بالآلام وأيضا البحث عن طرف يساعد هو يعني يفوق التصور والتحمل. المجلس الوطني بإمكاناته الموجودة الآن وبالحصار الذي يعانيه، وأيضا ببعض الأطراف مثل هذا الشخص المعتوه الذي تكلم قبل قليل وغيره، يمكن أن يؤثروا على أداء المجلس ويؤذوه، وأيضا يحدوا من قدرته على تقديم الخدمات للناس. أسس هذا المجلس من أجل أن يقدم خدمة للناس، من أجل أن يكون المساعد السياسي للذراع السياسي للثورة في الخارج وأيضا في الداخل. حاول هو أن يقدم ما يستطيع خلال الفترة الماضية. نعم هنالك أخطاء إدارية، هنالك بعض المشاكل، لا ننسى أننا نؤسس مؤسسة لأول مرة هي خليط ما بين تنظيمات سياسية تقليدية لها عمر طويل وخبرة سياسية مختلفة عن التنظيمات الثورية التي نشأت خبرتها الآن على الأرض، مختلفة في التفكير. هذا عمل أيضا صعب، ليس أمرا هينا. نحن لسنا تنظيما عسكريا، نحن تنظيم سياسي يجمع بين طياته الحراك الثوري بنسبة 30% على الأقل، وأيضا مؤسسات المجتمع المدني، وايضا السياسيين والنشطاء المستقلين. دكتور عبد الرحمن، التركيبه هذه تحتاج الى عمل ضخم من اجل اقامه توازنات ومن اجل ان تستطيع ان تتحرك كجسم واحد. دكتور عبد الرحمن، ارجو ان تبقى معي. معي الناشط اسماعيل الحلبي من حلب. اخي اسماعيل، مرحبا بك. مرحبا فيك اخي احمد. اخي الدكتور عبد الرحمن، المجلس الوطني عضو مكتب العلاقات الخارجيه يقول ان هناك تقصير وان هناك خلل وان امور كثيره. يعني الرجل ابدى عذره، يعني ولا اعرف، يعني اود ان اساله ولكني ساسالك لتوجه له السؤال. يعني لماذا هذا التقصير رغم كل الامكانيات المتاحه؟ حتى الان لم يستطيعوا ان يحصلوا على اعتراف بلده واحده او دوله واحده بهذا المجلس. تفضل اخي اسماعيل. اسماعيل، هذا بسبب تقصير المجلس الوطني كله. المجلس الوطني من اول ما انشئ لحد الان الو تفضل. الو، انا بدي اساله سؤال بس واحد. ليش يعني اعضاء المجلس الوطني اجوا لادلب وما راحوا لحمص؟ المجلس الوطني ايش عمل من وقت ما تشكل لحد الان؟ كم دوله اعترفت فيه؟ ايش عمل على ارض الواقع في داخل الثوره؟ معلش بتمنى انه ما يوجه كلمه معتوه لواحد من الثوار اللي هن قالوا المجلس الوطني يمثلني. احنا لما انشئ المجلس الوطني وقفنا مع المجلس الوطني وما وقفنا ضده، وبيطلع بالاخير واحد من اعضاء من الاعضاء بلقب الثوار معتوهين. انا بتاسف كثير على هذا الكلام، بس ممكن انه يجاوبني على هذا السؤال. دكتور عبد الرحمن معي؟ اولا انا اود انا اولا تسمح لي، انا اولا اود ان اوضح، انا لم اتهم احدا، والثوار ويعرفون اعضاء المجلس الوطني انني اقرب الناس الى الحراك الثوري. انما هذا الشخص بالتاكيد لا يمثل الحراك الثوري ولا يمثل الناس على الارض، لانه يعني يقدم اتهامات جاهزه وايضا يقدم معلومات باطله من اجل تضليل الناس. هذا كلام لا، اذا كان الثوار يعني يقبلون بهذا فاعذرني، يعني هذا ليس عملا ثوريا. ولكن انا اتفهم ان الناس التي هي على الارض والناس الذين يعملون ناشطين في الارض، اتفهم ان لديهم حاجات وان لديهم تساؤلات. ماذا فعل المجلس الوطني؟ وما الذي حصده من علاقاته الدوليه؟ وهل هو استطاع ان يسحب شرعيه؟ اولا نريد ان نوضح ان المجلس الوطني حتى تاريخ ايلول تاريخ ايار الشهر الخامس، المجلس الوطني اعترفت به اكثر من 100 دوله كممثل شرعي للشعب السوري. ولكن المضي دكتور عفوا دكتور تقول 100 دولة اعترفت به، وشاهدنا وليد المعلم في الأمم المتحدة في نيويورك ولم نشاهد أي عضو من أعضاء المجلس الوطني. دكتور أرجو أن أسمع جوابك لو سمحت لي. دكتور هناك وقت يا دكتور، أرجو أن أسمع جوابك، ولكن بعد هذا الفاصل لو سمحت لي أرجو أن تبقى معي. دكتور، مشاهدينا الكرام، فاصل سريع ونعود معكم، فابقوا معنا.